السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بقى الدروس ابتدت اهي والمدرسة داخلة علينا، وعايزين نعمل كده حاجات خفيفة وصحية للولاد. نعمل كده كيكة يفطروا بيها مع كوباية لبن مع كوباية شاي. ياكلوها كده سادة، بتبقى فيها كل المكونات، بتبقى حلوة جدا جدا. يلا نعمل أسرع وأخف بيض. محتاجة بيضتين. أنا يا جماعة حطيت بيضة تانية بس مش عارفة، تقريبا الكاميرا وقفت. محتاجة بيضتين، محتاجة كوباية ونص من السكر، معايا كوباية من اللبن، معايا رشة فانيليا، معلقة صغيرة من الخل، كوباية إلا ربع من الزيت، سواء زيت عباد شمس أو زيت ذرة، ومعلقتين كبار من الزبدة أو السمنة. أي حاجة موجودة عندك، واضربي كل المكونات الحلوة دي في بعضها. أول ما تتضرب معاكي وتبقى زي الفل وملمسها ناعم، تقدري تضربي الخليط ده بالهاند بلندر زي ما أنا بعمل، أو بالخلاط كده، تحطي مكونات السايلة في الخلاط. وممكن لو عندك مضرب كهربائي، يعني زي ما انت حابة. مفيش أي مشكلة. اضربي المكونات كويس جدا جدا، وبعدين تكوني مجهزة كوبايتين من الدقيق، ونص كوباية من النشا، وذرة ملح، وظرف من البيكنج باودر أو معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وتقلبي المكونات دي كويس جدا. طبعا هحط لكم كل المكونات في صندوق الوصف. تمام كده. قلبي كل المكونات الحلوة دي في بعضها. أول حاجة كده قلبي الدقيق واحدة واحدة، وبعد كده جمدي جامد عشان يتضرب كويس. الخليط بقى جاهز معايا. دهنت الصينية كده ب معلقة من الزبدة، وابتديت ان انا انزل مولعة الفرن على درجة حرارة 180، مشغلاه من 10 دقايق عشان يكون الفرن سخن بتاعي. والنتيجة بصراحة بتبقى هايلة، بجد بجد تحفة. طبعا انا ضعفت الكمية وعملت صينيتين. دي كده النتيجة ما شاء الله، حاجة كده تحفة، هشة وجميلة ومرتفعة زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش لايك وشير.